بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الإعدادي، بناء عن رغبات أولياء الأمور بعمل حصص افتراضية للصف الثالث الشهادة الإعدادية. فدي أول فيديو بيعملوا على النسب المثلثية للزاوية الحادة، اللي هو حساب المثلثات، اللي هو الفرع الخاص بحساب مثلثات وهندسة. فيلا مع بعض نستعرض الدرس دوت واحدة واحدة، ويا ريت احنا الكل نشوف الفيديو ونتعلم منه، خصوصا ان التعليم على البعد، خصوصا ان حضرتك قاعد في البيت، المدرسة بتقول لك الباب مفتوح تعالى وحضرتك مش بتروح. فعشان تتعلم من القنوات التعليمية ومنصات تعليمية، فيديوهات على اليوتيوب، يعني الإدارة والمدرسين مش مقصرين مع حضراتكم. فتعالى ما نستعرض الكلام ده. حساب مثلثات للصف الثالث الإعدادي، وأول درس الدوال المثلثية الأساسية للزاوية الحادة. طبعا لازم تاخد نبذة على المستر، اجراها كويس، وبعد ما تاخد النبذة ديت التليفون عندكم، لو أي استفسار أنا تحت أمركم. وتعالى اما نشوف أول حاجة بتكلم على القياس الستيني أو قياس الزاوية أو وحدة قياس الزاوية. أولا، هو وحدة قياس الزاوية هي إيه؟ أنا كاتبها لك تحت أهو. وحدة قياس الزاوية هي الدرجة والدقيقة والثانية، وبنقول على النوع دوت اسمه القياس الستيني للزاوية. اسمه ايه؟ القياس الستيني للزاوية. يبقى وحدة قياس الزاوية زي وحدة قياس الزمن بالظبط، هي الساعة والدقيقة والثانية. برضو وحدة قياس الزاوية الدرجة والدقيقة والثانية. طيب، الدرجة الواحدة يا مستر، الدرجة الواحدة 60 دقيقة اهي، الدرجة الواحدة فيها 60 دقيقة، والدقيقة الواحدة فيها 60 ثانية. طيب، في البداية خالص لو أنا عايز أحول الزاوية إلى درجات ودقائق وثواني، يعني عندي زاوية مثلا 250 و125، عشان أحولها إلى درجات ودقائق وثواني أعمل إيه؟ طيب، أول حاجة هتكتب الكلام ده على الأوريك دلوقتي على الحاسبة. هتكتب 250 علامة 125 على الحاسبة، ثم نضغط على كلمة كوما بس، هتقول لي 250 درجة و7 دقائق و30 ثانية. والعكس، أنا هوريك دلوقتي الكلام ده على الحاسبة. إذا كانت الزاوية بالدرجات والدقائق والثواني فهكتب 60 كوما، 24 كوما، 14 كوما، وبرضه هضغط على الكوما. وتعالى يا مستر ورينا الكلام ده. هو لما نيجي نجيب الآلة الحاسبة بتاعتنا. طيب، الآلة الحاسبة بتاعتنا يا ولاد، أنت قلت لي هتعمل إيه؟ هنكتب بس أول شيء أي حالة حاسبة معاك بعد إذنك اعمل لها عملية تنظيف الأول. يعني اضغط على، بص أهو صابعي أهو، اضغط على الشيفت، وبعدين اضغط على زر التسعة، وبعدين اضغط على زرار بص كلير عايزة تنظفها، اضغط على زرار التلاتة، وبعدين اضغط على اليساوي عشان تنظف لك الكل أهو، وبعدين اضغط على زرار الاي سي. كده عملت لك عملية إعادة مصنع للآلة الحاسبة. مرة يا مستر، مرة تانية شيفت، وبعدين زرار التسعة كلير، وبعدين التلاتة عشان امسح الكل، وبعدين يساوي، وبعدين الاي سي. كده احنا رجعنا الآلة الحاسبة كأنها لسه جاية من المصنع. قلت لك لتحويل الزاوية إلى درجات ودقائق وثواني، دي ألف ب لسه أول الدرس أهو. يعني وحدة قياس الزاوية يا ولاد هي الدرجة والدقيقة والثانية. طب أنا لو عندي زاوية درجات بس وعايز أحولها إلى درجات ودقائق وثواني أعمل إيه؟ أروح كاتب 250، آدي أهي 250، العلامة فين يا مستر؟ اللي هي النقطة دي أهي، وبعدين أكتب 125 اللي هي 125. كده يعني كتبت الزاوية. لازم نضغط على يساوي عشان أنزلها على الشاشة أهي. خلاص؟ اضغط لي بقى على الكوما. بص عملت لك إيه؟ 250 درجة و7 دقائق و30 ثانية. 250 يا ولاد أهي، و7 دقائق و30 ثانية. كمان مرة. يبقى احنا هنا هو يا ولاد أنا كده حولت الزاوية لدرجات ودقائق وثواني. طب العكس، تعالى ما نمسحها. تعالى إما نمسحها ونقول عشان أعمل العكس عندي درجات ودقائق وثواني، هكتب نمسحها الأول 60 درجة و24 دقيقة و14 ثانية. هتروح كاتب 60، ادي 60، وبعدين لازم اضغط على الكوما، وبعدين 2 4 واضغط برضو على الكوما، وبعدين 1 4 واضغط على الكوما. كده الزاوية كأنك بالظبط نقلت الزاوية من الكتاب او من ورقة الأسئلة على الآلة الحاسبة. قولها يساوي كده،
هدانها زي ما هي. طبعا عايزها درجات بس، اضغط لي بس على الكومه وانا كاتب لك الكلام، اضغط بس على الكومه. بص عملتها كام؟ 60 درجه و4 من 10. يبقى لو الزاويه 60 درجه و4 من 10 اضغط على الكومه، اهي عملت درجات ودقائق والثواني. اضغط مره ثانيه تحولها لي درجات بس. يبقى انت ما عليك الا هتضغط على ايه؟ هتضغط على الكومه فقط لا غير. انا كده انتقلت على الصفحه الثانيه، بس اوعى تنسى لتحويل الزاويه اكتب الدرجات، يعني اكتب الزاويه زي ما هي اهي 250 125، اضغط على يساوي نزلها على الشاشه وبعدين اضغط على الكومه، هتروح محولها لك درجات ودقائق وثواني. العكس لو عندك درجات ودقائق وثواني عايز تحدد بس اكتب الدرجات بس، اضغط على الكومه عشان تفصل بين دي 24 كومه 14 لتحويلها الى درجات فقط لا غير. تعالى ما نشوف الصفحه اللي بعديها بتقول ايه. ده كده مقدمه على الحاسبه. النسب المثلثيه للزاويه الحاده. النسب المثلثيه للزاويه الحاده. طيب انت ملاحظ حاجه في الرسومات اللي انا راسمها؟ انا ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان انا راسم مثلث قائم الزاويه، هنا برضو مثلث قائم الزاويه، صح يا ولاد؟ صح يا مستر. فهنا هو تعالوا ما نستعرض واحده واحده. لو احنا يا ولاد جينا طلبنا طلب من ولد في ثالثه ابتدائي وولد في كليه هندسه، وقلت له لو سمحت ارسم لي زاويه قياسها 70. اول حاجه الولد بتاع الابتدائي هيروح راسم قطعه مستقيمه كده، والولد بتاع هندسه برضه هيرسم قطعه مستقيمه كده، اللي هي يا ولاد واو الف وواو ب او واو الف، نفس الكلام هو. طيب الولد بتاع الابتدائي هيحط المنجله هنا في النقطه دي، وبعد ما يحط المنجله يا ولاد هيروح حاطط نقطه عند الزاويه 70، وبعدين هيروح جاي راسم شعاع اهو، وهيروح كاتب هنا الزاويه قياسها 70 درجه اهي. هيروح كاتب هنا الزاويه قياسها كام؟ هيكتب هنا الزاويه قياسها 70 درجه اهي يا ولاد 70. الافندي بتاع الهندسه او الباشمهندس بتاع الهندسه هيتفزلك، هيروح برضه راسم قطعه مستقيمه. الولد بتاع الابتدائي حط المنجله هنا، لا هو هيحطها هنا. ماشي يا عم براحتك. حط المنجله هنا وراح جاي برضه راسم زاويه قياسها 70. طيب ادي الزاويه اللي قياسها 70 اهي يا ولاد 70 درجه اهي. هي نفس الزاويه، هنا حاده وهنا زاويه حاده. يبقى عشان كده العنوان فوق اسمه يا ولاد النسب المثلثيه للزاويه نهين، النسب المثلثيه للزاويه الحاده. يبقى هنا هو ده واو الف اللي هو واو الف ده اهو، وواو الف هو ده، والزاويه 70 الزاويه 70. الزاويه دي اسمها زاويه ايه؟ انا مسميها لك زاويه واو مثلا. برضه هنا الزاويه دي يا ولاد الزاويه دي اسمها زاويه واو اهي. هاجي هنا من نقطه ب دهيت واروح جاي منزل عمود، بس قبل ما انزل عمود الضلعين بتوع الزاويه، اي زاويه انت هتتكلم عليها الضلعين بتاعتها واحد منهم مجاور وواحد منهم وتر. الضلعين بتوع الزاويه كم مره؟ الضلعين هم يا ولاد بص اهو الضلعين بتوع الزاويه اهم، واحد منهم هيبقى مجاور والتاني هيبقى وتر. الضلعين بتوع الزاويه اهم دول اللي بيلخبط ثالثه اعدادي اهم، واحد منهم مجاور وواحد منهم ايه؟ واحد منهم وتر. فانا هاجي من النقطه دي من اعلى نقطه كده وهنزل عمود، فاصبح المثلث يا ولاد قائم ليه؟ هنزل عمود فاصبح المثلث قائم الزاويه. هنزل عمود اهو اصبح المثلث قائم الزاويه. برضه هاجي هنا وانزل عمود اهو اصبح المثلث يا ولاد قائم ليه؟ قائم الزاويه. طيب عشان كده قلنا النسب المثلثيه للزاويه الحاده يبقى شرط اساسي لازم يكون المثلث عندك حاد الزوايا وقائم الزاويه وفي زاويتين حادتين. ضلعين الزاويه واحد منهم بسميه مجاور والثاني اسمه طبعا الواو ب ده يا ولاد غصب عني لازم اسميه ده وتر مقابل لاكبر زاويه في المثلث، ده كده وتر دي كده وتر اهو. ده كده يا ولاد الضلع المقابل للزاويه القائمه وتر اهو، بص شايف اهو واو ب دي كده وتر. ماشي. يبقى الضلع الثاني اللي هو دهوت هيبقى مجاور، اللي هو واو الف ده مجاور. يبقى دايما ضلعين الزاويه زي ما قلت لك واحد منهم مجاور والثاني ايه؟ وتر. اللي في وش الزاويه بقى يا اولاد بص اللي في وش الزاويه اللي في وش ال 70 اهو، بص امشي مع السهم اللي في وش الزاويه ده اسمه مقابل، اللي في وش الزاويه ده اهو امشي مع الزاويه اسمه. يعني انا عندي 3 كلمات مش اكتر يا اولاد. عندي حاجه اسمها النسب المثلثيه للزاويه. طيب تعالى اما نشيل البتاع ده هنا بعيد كده عنها عشان تشوف. جيب الزاويه اولا الضلعين قبل ما اسيب الكلام دوت، الضلعين اللي الولد رسمهم بتاع الابتدائي وبتاع هندسه، واحد رسم مجاور وواحد عمل وتر وواحد عمل مجاور ووتر، دول بقى اسمهم جيب تمام الزاويه. جيب تمام الزاويه. فجيب تمام يعني جتا الزاويه اللي انت رسمتها جتا واو جتا 70 جتا 80، وقلنا الجتا هتساوي يعني يا اولاد هتساوي الصغير على الكبير، يعني مجاور على وتر مجاور على وتر مجاور على وتر. يبقى دايما الجتا المجاور على الايه؟
الجتا دايما يا اولاد المجاور على الوتر. طيب جيب اي زاويه، الجيب العمود هو اللي عمل مثلث قائم الزاويه، فالجيب هيساوي المقابل على الوتر اهو يا اولاد، الجيب يساوي المقابل على الوتر. اما الظل دوت يعني بالظبط لو انت ماشي في الشمس، انت اهو دايما الظل بتاعك على الارض، بلاش عمود النور يا اولاد، الظل بتاعه على الارض، فدايما الظل بيساوي المقابل على المجاور للزاويه، المقابل على المجاور للزاويه. طيب يبقى دول الثلاث كلمات اللي مفروض اي واحد فيكم يبقى عارفهم، الجا والجتا والظا. على الاله الحاسبه يا مستر، الجا الزاويه على الحاسبه هتلاقيها اسمها ساين اهيا، والجتا على الاله الحاسبه اسمها كوزين وهوريها لك على الاله الحاسبه، والظا على الاله الحاسبه اللي هي اسمها التان. يبقى ثلاث زراير، واحد منهم جا وواحد منه جتا والتاني ايه الظل. يبقى اللي انا عايزك تعرفه في الصفحه دي ايه؟ ان جيب اي زاويه مقابل على وتر، جتا اي زاويه مجاور على وتر، ظل اي زاويه مش فيها وتر بقى المقابل على المجاور. وعايزك تعرف حاجه كمان، وانت بتجيب الجاه لازم الصغير على الكبير، لان الوتر اطول على المثلث، لو قسمت الكبير على الصغير عمره ما هتطلع على الحاسبه. طيب المجاور على الوتر ده الجتا برضو الصغير على الكبير، اما في الظل مقابل على مجاور مفيش اي مشكله لان مفيش وتر. خلاص يا اولاد؟ خلاص يا مستر. تعال اما نمسح السبوره بتاعتنا لمعناها هون ونثبت السهم دوت وننتقل على الصفحه اللي بعديها. طيب قبل ما ننتقل على الصفحه اللي بعديها هوريك حاجه بس معينه اللي هي في الصفحه اللي فاتت. الآلة الحاسبه بتاعتنا مستر لو سمحت اهيا، ونمسح اللي كنا كاتبينه. فين بقى الكوزاين اللي انت بتقول عليها دي؟ بص كده، دي كده اسمها، اضغط عليها كده كتبت لك ساين ادي جاي. طيب امسح، اضغط على اللي جانبها هتقول لك كوزاين اللي هي الجتا. امسح الثلاثه ورا بعض، اضغط على التاني، يبقى الثلاث زرار ورا بعض يا اولاد. الاولاني اهو ساين، والثاني اهو كوزاين، والثالث اهو اللي هو الايه التان. وطبعا هي لما بتكتب على الحاسبه يا اولاد تكتب ساين، هي بتفتح لك قوس عشان تكتب الزاويه، يعني الساين دي داله مثلثيه واللي بعديها الزاويه، يعني مثلا نقولها ساين 30 واقفلي لها القوس كده، او هتقولها يساوي هتقول لك نص. فهنا دلوقتي دي اسمها النسب المثلثيه للزاويه الحاده. تعالى اما نشيل الكلام دوت، تعالى اما نرجع للي كنا تعالى احنا كنا هنا تدريبات بقى على الجا، انا كاتب لك كده تدريبات على الجا والجتا والظا. ايه المسائل دي كلها يا مستر؟ لا ما انا ده لازم ادربك واحده واحده. يعني تعالى هنا هون في الرسمه اللي انا راسمها دي، اول رسمه العلامه اللي في الرسمه دي الزاويه المطلوبه، يعني الستار دي يا اولاد انا عايز الزاويه دي خلاص، ومش سميت لك المثلث. طب يا مستر افرض عايز اجيب جتا الزاويه ديت، خلاص سميها مثلا جتا الف اهي يا اولاد، جتا الف اكتبها لك اهي جتا الف، عايز اجيبها. انا قلت لك في الصفحه اللي قبل دي دايما ضلعين الزاويه هم الجتا، بص ضلعين الزاويه اهو دول كده ضلعين الزاويه. يبقى جتا الزاويه بتساوي يا اولاد 3 على 5، مش 5 على 3، لانك انت بتجيب المجاور على الوتر، الصغير على الكبير، ماشي. يبقى الجتا بتساوي 3 على 5. طب بدي اجيب الجا، انت خدت الثلاثه ما تاخدهاش تاني بقى، يبقى 4 على 5. يبقى الاول 3 على 5 دي الجتا، الجا 4 على 5. عايز اجيب الظل يا اولاد هيبقى المقابل ده اهو على المجاور ده اهو، يعني 3 على 4. خلصنا من الرسمه دي، تعال نخش على اللي بعديها. برضه هنا المثلث ده قائم الزاويه اهو، المثلث قائم الزاويه، هسمي لك برضه الزاويه ديت الف اهي يا اولاد. طيب دي يبقى المثلث قائم الزاويه هنا. العلامه فين؟ العلامه هنا. العلامه انا عشان قلت لك هنجيب للزوايا، انت مش بتجيب للزاويه القايمه، بتجيب للزاويه الحاده، هسميها زاويه ب. انت قلت لي ايه؟ قلت لي ضلعين الزاويه هم الجتا، ضلعين الزاويه هم الجتا اهو، بص اقطع زي كده. يبقى الجتا بيساوي مجاور على وتر، صغير على كبير. اوعى تقول لي 25 على 20، مجاور يا اولاد على وتر، مجاور على وتر، يعني 20 على 25. طب بدي اجيب زاويه ب يا مستر، الجا مقابل لزاويه ب. انت خدت ال 20 ما تاخدهاش بقى مره ثانيه، هتروح تاخد ال 15 على 25. طب بدي اجيب الظل المقابل لزاويه ب اهو يا اولاد، المقابل اهو 15 على المجاور اهو اللي هو 20. خلاص يبقى الجتا 20 على 25، الجا 15 على 25، الظل 15 على 20 مقابل على مجاور. تعالى للرسمه الثالثه، يعني منوع لك اهو الزاويه اللي فيها ستار دي سميها لي مثلا زاويه الف اهي، والزاويه قائمه هنا يا اولاد اهي، الزاويه هنا دي قائمه
طيب انا يبقى المثلث قائم الزاويه شرط اساسي المثلث يكون قائم الزاويه. بدي اجيب جتا الف. جتا يبقى ال5 على 13، اوعى تقول 13 على 5، الصغير على الكبير. طيب بدي اجيب جا الف، انت خدت الخمسه ما تاخدهاش مره ثانيه بقى، تروح جاي لي 12 على 13 برضو الصغير على الكبير. طب بدي اجيب الظل يا مستر. الظل يا اولاد هيبقى دايما المقابل على المجاور. المقابل لزاويه الف ده لا دي المجاور، المقابل اللي فيهوش زاويه الف اهو دي المقابل، وده يا اولاد الايه؟ وده المجاور، يعني تبقى 12 على 5. طيب تعالى اما نشوف الرسمه اللي بعديها برضو. هسمي لك الزاويه دي برضو الف، دي كده الف، تروح بالقلم الرصاص كده جاسم كده اهو، جاسمها زي كده. في اول الشرح قلت لك ضلعين الزاويه هم مين؟ ضلعين الزاويه هم الجتا. ضلعين الزاويه هم الجتا. خلاص اول حاجه تجيبها تجيب الجتا. جتا صغير على كبير يبقى 20 على 25. صغير على كبير يا اولاد 20 على 25. طب بدي اجيب الجا. الجا تاخد ال 15 على 25 مقابل على مجاور. طب بدي اجيب الظل. الظل المقابل لزاويه الف على المجاور لزاويه الف، يعني 15 على 20. اعتقد كده بقى بينك وبين نفسك انا هسيب لك دولي انت تجيبهم كواجب. خلاص يعني رسمه زي دي تروح بالقلم الرصاص عامل دي كده اهو. يبقى الجاتا بيساوي يا اولاد صغير على كبير 6 على 10. 6 على 10. طيب الجاه 8 على 10. طب الظل. الظل مقابل على مجاور. بص المقابل اللي هو ال8 ده المقابل، ودي دايما مين يا اولاد؟ دي دايما المجاور اللي هو اهو بتاع اهو. يبقى 8 على 6. حضرتك هتحل لي دي وهتحل لي دي وهتحل لي ديت وبرده ديت وديت وديت. وفي التعليقات بتاعت الفيديو لو حاجه مش عرفتها انا تحت امرك. طبعا مره انا سبت لك كم مساله واجب. يبقى ضلعين الزاويه هم دايما الجتا، بالقلم الرصاص تروح معلم عليهم كده صغير على كبير. 3 على 5. 4 على 5، مش تقول 5 على 4. يبقى دايما الجتا مجاور على ايه؟ مجاور على وتر. الجا مقابل على وتر. الظل مقابل على مجاور. تعالى اما نشوف احنا برضو جايبين لحضرتك تاني. نمسح الاول اللي احنا عملناه العقد اهوت اهوت ونثبت ده. انا سبت لك خلي بالك كام رسمه. سبت لك ادي 1 2 3 4 5 6. سبت لك 6 مسائل واجب. اكتبهم في التعليق ولو في اي حاجه انا هرد عليها. وتعالى اما نشوف احنا جايبين لك ايه تاني. الصفحه اللي بعديها شفت انا كتبت لك ايه بقى يا سيدي؟ قلت لك ان الشرط او الشروط لازم توافرها وانت بتحل، كأننا قاعدين على المصطبه بنتكلم سوا. شروط لازم توافرها وانت بتحل. رقم 1 يا مستر لازم المثلث يكون قائم الزاويه، ولو مش قائم انت تعمله قائم تنزل عمود. طب رقم 2 لازم اطوال الاضلاع تكون موجوده 3 عشان عندك 3 كلمات مجاور مقابل وتر. كمان مره يا اولاد شروط لازم توافرها وانت بتحل. لازم المثلث يكون ايه؟ قائم الزاويه. 2 لازم الاطوال بتاعت الاضلاع تكون موجوده. طب تعال ندي كده مساله يا مستر. ا ب ج مثلث يا اولاد اللي هو مرسوم اهو. ا ب ج مثلث اهو. ا ب ب3 ب ج ب4 ا ج ب5. على فكره نفس المسائل اللي كانت في الصفحه اللي قبل دي، بس انا واخدها لك واحده واحده بقى. يعني انا جبت لك كام شكل كده عشان اعلمك. اوجد النسب المثلثيه لزاويه ا. زاويه ا بص عامل لك عليها ايه؟ علامه اهو. علمني عليها تاني يا مستر والنبي اهو. زاويه ا. عايز النسب المثلثيه لزاويه ا. يعني ايه يا استاذ؟ يعني ايه يا مستر النسب المثلثيه؟ يعني الجا زاويه ا، جا ا، جتا ا، ظ ا. انا لما جيت كده قبل ما ابص، لما جيت بالقلم الرصاص كده وروح جاسم لك دي، بتروح على طول الجتا يا ولاد صغير على كبير. الصغير مضلعين الزاويه هم الجتا 3 على الكبير 5. يبقى الجتا ا بتساوي 3 على 5. هي فين يا مستر؟ يبقى الاول على فكره انا جبت لك الضلع من فيثاغورس مش كان موجود. انا كنت مديك دي 3 وده 4 جبت لك ا ج من فيثاغورس عشان في المساله مش كان موجود انا جبته من فيثاغورس. طيب يبقى الجتا بص اهي كتبت لك اهي صغير على كبير 3 على 5 اهو يا اولاد. طب الجا مقابل على وتر. انت خدت الثلاثه ما تاخدهاش تاني بقى. يبقى المقابل لزاويه ا بص اهو المقابل اهو 4 على الوتر اللي هو 100 يا اولاد 5 برضه صغير على كبير. يبقى الجا 4 على 5. فاضل الظل لزاويه ا. الظل دايما يا اولاد لزاويه ا بتساوي المقابل على المجاور. المقابل لزاويه ا 4 والمجاور لزاويه ا 3. يبقى 4 على 3 وبرضه انا عاملها لحضرتك اهو. طيب لو احنا يا اولاد معلش اشيل كده ونطلع نروح نجيب الاله الحاسبه.
افرض يا مستر عايز اجيب زاويه الف، عايز اجيبها، هتروح على المربعين اهم، تكتب فوق 3 وتنزل بالسهم وتكتب 5 وبعدين يساوي، نزلت على الشاشه اهي. يبقى انا كتبت كده 3 على 5. بدي اجيب زاويه الف، بص شيفت كوزين اهي، شيفت كوزين وبعدين يساوي كده درجات بس. طب انا عايز درجات ودقائق وثواني، اضغط على الكومه 53 درجه و7 دقائق و48 ثانيه. تاني يا مستر افرض عايز اجيب الزاويه من الجا، مش يا اخي مش عايز اجيبها من الجا، تطلع هي بالظبط على المربعين يا اولاد. هتكتب فوق 4 تنزل بالسهم تكتب 5 اهي واضغط على يساوي اهو، وثبت دي عندك شيفت. المره دي هتكتب ايه بقى؟ ساين عشان انت بتجيب الجا، شيفت ساين يساوي اهي واضغط على الكومه تعملها لك درجات ودقائق وثواني، نفس الزاويه بالظبط 53 درجه و7 دقائق و48 ثانيه. امسح. واحد تالت غتت عايز يجيبها بالظل، هيروح على المربعين برضه هيكتب 4 على 3 4 وبعدين ينزل بالسهم يكتب ال3 وبعدين يضغط يساوي، بس المره دي يضغط عليه بقى شيفت تان وبعدين يساوي وبعدين كوما، نفس الزاويه ما اتغيرتش. شيل يا مستر الحاسبه بتاعتك وتعالى اما نستعرض مره ثانيه احنا جايين. يبقى هنا دخلنا على مساله ثانيه يا اولاد. بيقول لي مثلث ا ب ج، المثلث دوت قائم الزاويه في ب، قدامك الرسمه اهي. ا ب ب 12، ا ب ب 12 اعمل لي عليه علامه يا مستر اه، ا ب ب 12 وب ج ب5 وب ج ب5. يبقى انت حضرتك اول شيء هتعمله هتروح تجيب ا ج من فيثاغورس. ا ج يا اولادي الجذر التربيعي ل 12 تربيع زائد 5 تربيع اللي هي الحاسبه تقول لك 13، يبقى ادي الوتر ب 13. دي كده يا اولاد الوتر اطول اضلاع المثلث. طيب انا عايز النسب المثلثيه لزاويه ا، بص بالقلم الرصاص تروح عامل دي كده جتا صغيره على كبير، يبقى 12 يا مستر على 13 ايوه مجاور على وتر اهي يا اولاد 12 على 13. طب عايز اجيب الجا لزاويه ا مقابل، المقابل لزاويه ا 5 على 13 يبقى مقابل على وتر 5 على 13. طب عايز اجيب الظل لزاويه ا يا مستر، الظل المقابل يا اولاد اهو 5 والمجاور اهون يعني 5 على 12 اهون. ولما تحب تجيب زاويه ا زي ما علمتك في المساله اللي فاتت 12 على 13 يساوي شيفت كوزين يساوي كوما، او 5 على 13 يساوي شيفت ساين يساوي كوما، او 5 على 12 يساوي شيفت تاني يساوي كوما. طيب تعالى اما نخش على جايب لك حته اثبات. بقول انا عايز جا ا جتا ج جتا ا جا ج. طب ويعني هتروح حضرتك تجيب لي جا ا. جا ا انت كاتبها على فكره 5 على 13، اروح كاتبها له 5 على 13. جتا ج ده انت عايز زاويه ج وعايز الجتا، قلم الرصاص اهو اروح عامل قطع الزاويه كده. الاستاذ قال لي الجتا صغيره على كبير يبقى 5 على 13 اهي يا اولاد 5 على 13. طيب جتا ا، جتا ا ما احنا جبناها اهي يا اولاد اهي 12 على 13. جا ج، جيب زاويه ج، الجا بيساوي المقابل يعني 12 على 13. حد على الاله الحاسبه او من غير اله حاسبه يا اولاد، البسط في البسط 25 على 169 144 على 169 تطلع 1 صحيح. يبقى هو قال لك اثبت انها هتطلع 1 ولازم تطلع 1. حاول اشوف بقى السؤال ليك انت بقى، حاول بنفسك اوجد النسب المثلثيه لزاويه ج ثم اوجد قياس زاويه ا، ده واجب ليك. حاول بنفسك اوجد النسب المثلثيه في ورقه الخارجيه كده، وقف الفيديو وهات النسب المثلثيه. انا جبت النسب المثلثيه لزاويه ا، انا جبتها لزاويه ا يا ولاد اهي انت هتروح تجيبها لي زاويه ج وتجيب لي قياس زاويه ا بالاله الحاسبه. تعالى ما نمسح السبوره بتاعتنا ونثبت السهم وننتقل على الصفحه اللي بعديها. طبعا لازم اجيب لك بقى من مثلث مش قائم. فهنا بيقول لي يا اولاد مثلث ا ب ج في ا ب بيساوي ا ج. ا ب بيساوي ا ج يعني المثلث يا مستر، يعني المثلث متساوي الساقين اهو يا اولاد، مثلث متساوي الساقين، ده 13 وده 13 وب ج طوله 10. رسم ا د العمودي، فهنا في المساله دي جابوا لك عمودي جاهز. رسم ا د العمودي على القاعده، اوعى تنسى ان العمود اللي بينزل على المثلث المتساوي الساقين بنصف القاعده يا اولاد وبنصف زاويه الايه؟ وبنصف زاويه الراس، يعني الزاويه دي قد الزاويه دي بالظبط، ان كانت دي 20 تبقى 20. طيب اول مطلوب بيقول لي اوجد جا زاويه ج ا د. ج ا د اللي فيها الستار، عايز الجا؟ ماشي يا سيدي. يبقى انا هاجي بالقلم الرصاص كده يا اولاد واروح جاي عامل كده، بس انا كده قطعت الزاويه.
انا هنا مش فاهم حاجه خالص. انا عايز اجيب الجا. طب اجيب لك الجاتا الاول. جيب لي الجاتا الاول. الجاتا بيساوي المجاور اللي هو 12 على 13 صغير على كبير. يبقى انا لما احب اجيب الجا بقى يا ولاد يبقى 5 مقابل اهو 5 على 13 مقابل على وتر، وكتبتها لك اهي، يبقى بتساوي 5 على 13. طيب ما تروح تجيب لي جاتا ب، العلامه ده اهي، تروح بقلمك الرصاص عامل كده قطع الزاويه كده الضلعين دول. جاتا انت علمت من اول الحصه مجاور على وتر الصغير على الكبير، يبقى 5 على 13 اهي يا ولاد 5 على 13. خلاص؟ طيب في اثبات كمان؟ في اثبات، في اثباتين. اثبت ان جا تربيع ج زائد جاتا تربيع ج بتساوي 1. يبقى انا هروح اجيب جا ج. فين ج يا مستر؟ الجا اهي. الجا يا ولاد بتساوي مقابل على وتر بيساوي 12 على 13 اهي. جا زاويه ج الصفرة دي 12 على 13 12 على 13 بس دي تربيع يا ولاد، خلي بالك الناتج يطلع ربع على الحاسبه، فهيقول لك 144 على 169. طب جاتا ج، جاتا ج بتساوي 5 على 13 مجاور على وتر. جاتا ج يا ولاد اهي 5 على 13 5 على 13 مجاور على وتر، ربعها عشان برضو تربيع، يبقى 25 على 169 على الاله الحاسبه لو جمعتهم هيطلعوا 169 على 169 في الواحد، يبقى الاثبات الاولاني صح وخلصنا منه. تعالى للاثبات الثاني، بيقول لي هات لي جا ب مقابل على وتر يا مستر 12 على 13 اهي يا ولاد 12 على 13. تعالى هات جاتا ج. جاتا ج انت لسه جايبها على فكره، جاتا ج كانت بتساوي 5 على 13، جاتا ج 5 على 13 اجمعهم على الاله الحاسبه هتطلع 17 على 13. ال 17 فيها 13 يا ولاد بتبقى 4 على 13، يعني الناتج ده اهو اللي هو 17 على 13 ده اكبر من الواحد، عشان كده قال لك اثبت انها اكبر من واحد. ما تخافش حتى بالاله الحاسبه عادي هيطلع الناتج 17 على 13، اقسمها على الاله الحاسبه هتقول لك 1 و4 على 13، يعني الناتج اكبر من مين؟ الناتج اكبر من الواحد. فما تخافش خالص، انت ما عليك الا تستعمل الاله الحاسبه بطريقه سهله، تشوف النواتج اللي عندك، لو طلعت اقل من واحد يبقى انت شغال غلط، لكن هو بيقول لك اثبت انها اكبر منين؟ من الواحد. تعالوا يا ولاد برضو ما نشوف احنا جايبين لكم ايه. نمسح السبوره الاول وبعدين نثبت السهم وننتقل على الصفحه اللي بعديها. الصفحه اللي بعديها بيقول لي ايه؟ اذا كانت النسب المثلثيه بانقياس زاويتين متتامتين، هنا الكاف دي غلط، متتامتين دي كده غلط يا ولاد، متتامتين. ارجع تاني بقى يا مستر بس لو سمحت عشان انت غيرت الصفحه. نرجع تاني دقيقه واحده. نرجع الى الصفحه اللي قبل دي. طيب احنا كنا هنا كنا هنا. بس بيقول لي اذا كانت النسب بانقياس زاويتين متتامتين كنسبة 4 إلى 5 فأوجد القياس الستيني لكل منهما. خلي بالك دي متتامتين، في الكاف دي غلط، الكاف ديت غلط، متتامتين كنسبة 4 إلى 5 أوجد القياس الستيني لكل منهما. أنا عملت إيه؟ أول حاجة يا أولاد هنفرض إن القياس بتاع الزاوية الأولى مثلا، خلي بالك دي نسب يا أولاد مش أطوال. هنثبت إن قياس الزاوية الأولى 4 كاف وقياس الزاوية الثانية 5 كاف. طيب هما زاويتين متتامتين من اولى اعدادي، قياس الزاويتين المتتامتين قياسهم كام يا اولاد؟ 90. يبقى انت هتجمع 4 كاف زائد 5 كاف بتساوي 90، يبقى 9 كاف بتساوي 90، اقسم على 9 يبقى الكاف بتساوي 10. تاني يا مستر الحته اللي انت قلتها دي، انا هفرض ان الزاويه الاولى 4 كاف ده نسبه، والزاويه الثانيه 5 كاف، يبقى 4 كاف زائد 5 كاف بتساوي 90 عشان متتامتين. طيب يبقى الكاف الواحده هتطلع ب 10. روح هات القياس الحقيقي لزاويه الف عشان انت فارضها، انا فارضها ب4 كاف يا مستر، يبقى 4 في 10 ب 40 درجه و5 في 10 ب 50، لو جمعتهم هيطلعوا 50، يبقى الحل بتاعك صح. يبقى ساعه ما اسمع متتامتين تساوي الزاويتين بال90. تعالى اما نلمع السبوره ونثبت الصفحه وننتقل على اللي بعديها. الصفحه دي بيقول لي ايه ده؟ اذا كانت النسبه بين قياس زاويتين، أو إذا كانت النسبة بين قياسات زوايا المثلث الداخلة 3 إلى 4 إلى 7، يبقى اللي قبل دي كانت متتامتين. دي كده دخلت على الزوايا الداخلة للمثلث 3 زوايا. طب يعني يا مستر هفرض إن قياس الزاوية الثالثة، خلاص اتعلمت الزاوية الثالثة يا ولاد 3 كاف
الزاويه الثانيه 4 كاف، الزاويه الثالثه 7 كاف اهو. بس المره دي هجمعهم، مش تنسى ان مجموع زوايا المثلث الداخله كام يا اولاد؟ 180. مجموع قياسات زوايا الداخله خدتها في اولى ابتدائي، في ثالثه اعدادي، في اولى اعدادي، ثانيه اعدادي، في سته. مجموع زوايا المثلث الداخله القياس الداخله 180. يبقى انت هتجمع 3 كاف و4 كاف و7 كاف وتساويهم بال 180. دول يطلعوا كام يا اولاد؟ 14 كاف بتساوي 180. اقسم الكاف هتطلع 90 على 7. بعد ما تجيب الكاف سيبها 90 على 7 على الآلة الحاسبة. 90 على 7 في 3 هتطلع الزاوية 38. بضغط على الكومة بقى هتطلع 38 و34 و17. الزاوية اللي بعديها 90 على 8 اضربها في 4 على الآلة الحاسبة. هتقول لك ايه؟ هتقول لك رقم، اضغط على الكومة هتقول لك 51 25 42. طيب الزاوية الثالثة لما تيجي تضرب 90 على 7 في 7 هتطلع ب 90 بالظبط. اجمع الثلاث زوايا هيطلعوا 180 درجة. هيطلعوا يا ولادي 180 درجة. يبقى بعد ما تجيب الكاف هتطلع 90 على 7 على الآلة الحاسبة، على الآلة الحاسبة تروح، انا هروح بقى على الآلة الحاسبة اوريك، امري الى الله. على الآلة الحاسبة هتكتب يا ولاد على المربعين 90 اهيا، انزل بالسهم على 7. انا هوريك واحدة بس، 90 على 7 وبعدين تعالى كده قول في كام؟ في 3 واضغط على يساوي هيطلع لك رقم 10. اضغط على الكومه بس اهي 38 درجه 34 دقيقه 17. واعمل الثانيه زيها يا اولاد والثالثه زيها. 90 على 7 في 4، 90 على 7 وهكذا. يعني لو رجعت كده بالسهم ورحت ماسح الثلاثه وعملت مكانها 4 وانت عمل زي كده، اضغط على يساوي وبعد ما تضغط على يساوي اضغط على الكومه هتقول لك 51 25 42. عايز ارجع برضو بالسهم بتاعي اهو وهشيل 4 واحط مكانها 7 هتقول لك 90 بالظبط اهو 90. طب لو ضغطت على الكومه يا مستر هتقول لك مفيش دقايق ولا ثواني. كده تمام يا اولاد. تعالى اما نروح بقى نشوف احنا كنا شغالين فين. كنا شغالين هنا. تعالى احنا خلصنا كده من الصفحه ديت. يبقى لما يقول لي مثلث افرض ان الثلاث زوايا واساويهم بال100 وايه يا اولاد؟ واساويهم بال180. طيب ننتقل على الصفحه اللي بعديها. نثبت بس هنا السهم وبعدين ننتقل. بيقول لي هنا اهوت اذا كان ج ج بتساوي نص. حاجات كده حلوه كده. اذا كان ج ج بتساوي نص فزاويه ج بتساوي كام؟ اذا كانت جتا 2 ي بتساوي نص يبقى ي بتساوي كام؟ اذا كانت وهكذا. طب اجيبها ازاي يا مستر؟ انت مش حللها. ما انا مش هحللها عشان هوريها لك على الاله الحاسبه تيجي ازاي. تعالى على الاله الحاسبه كده واحده واحده. هنجيب الاله الحاسبه بتاعتنا هنضيفها اهيا. ج ج بتساوي نص. طب انا عايز اجيب زاويه ج. هتروح على المربعين زي الشاطر تكتب النص فوق الواحد، تنزل بالسهم تكتب الاثنين ولازم تضغط على يساوي عشان تنزلها على الشاشه. بص نزلت على الشاشه اهي. طيب بدي اجيب زاويه ج يا مستر. يا سيدي شيفت دي ساين دي جا يبقى شيفت ساين يساوي ثابته معاك الكلام دوت كوما طلعت لك 30 بالظبط. يبقى زاويه ج بتساوي 30. تعالى اللي بعديه امسح السبوره دي او نظف جتا 2 ي كانت بتساوي كام يا مستر؟ شيل دي كده. كانت بتساوي نص. الجتا كانت بتساوي نص زي اللي فاتت بالظبط يا ولاد. على المربعين هكتب 1 وانزل بالسهم على 2. هي هنا على خلي بالك على الشاشه بس مش ظاهره اهي نص اهي ماشي نص. وبعدين هضغط على يساوي وانزلها على الشاشه نص اهو. طب بدي اجيب زاويه ايه؟ هقول له شيفت شيفت بقى المره دي شيفت كوزين وبعدين يساوي وبعدين كوما. هي كتبتها 60 مفيش دقايق وثواني 60. خلي بالك 2 ي بتساوي 60 يبقى الليل الواحده بكام يا اولاد؟ ب 30. خلي بالك ال 2 ي طلعت ب 60. طب انا عايز الليل الواحده يبقى الليل الواحده يا مستر هتبقى ب 30. يبقى الزاويه الاولانيه يا اولاد التكمله هتبقى ديت 30 جبناها اهيا. والزاويه الثانيه برضو ال 2 ي ب 60 يبقى اليه الواحده لانه عايز الواحده خلي بالك في الامتحان هتبقى ب 30. طيب نيجي برضو لدي. نيجي لدي نمسح الاول الاله الحاسبه بتاعتنا. جتا س زائد 5 بتساوي. انت مالك ومال س زائد 5؟ انت بتكتب اللي بعد يساوي يا اولاد. يبقى هاجي على المربعين اللي بعد يساوي اكتب 1 على 2 وبعدين يساوي عشان انزلها على الشاشه. وبعد كده شيفت دي ايه؟ دي جا يبقى شيفت ساين وبعدين يساوي لسه جايبينها واضغط على الكومه هتقول لك 30. طيب يعني معنى كده يا مستر يعني معنى كده ان س زائد 5 بتساوي 30. ودي الخمسه الناحيه الثانيه
س زائد 5 يا اولاد بتساوي 30. س زائد 5 طلعت 30. ودي الخمسه دي الناحيه الثانيه، فلما اودي الخمسه دي الناحيه الثانيه هتبقى 30 ناقص 5 بتساوي 25 درجه. كمان مره هي طلعت 30 بس هنا كانت س زائد 5. ودي الخمسه الناحيه الثانيه يبقى 30 ناقص 5 بتساوي 25، يبقى الاجابه 25. طيب تعالى برضو ما نشوف اللي بعديها. ده كله انا حله اهو قدامك بالاله الحاسبه، عشان كده مش حليته. امسح الاله الحاسبه بتاعتك. ظا نص س بتساوي 1 على جذر 3. مالكش دعوه بدي لا، انت اشتغل هنا يا ولد، انت مالكش دعوه بدي، اشتغل هنا. هتكتب على الحاسبه ايه؟ 1 على جذر 3 مربعين يا مستر هومن. نجيب الشاشه كده نكبرها بقى زي ما كانت. هنكتب كده 1 وبعدين على الجذر اهو يا ولاد، الجذر اهو يا ولاد، وبعدين نكتب ايه؟ 3. 1 على جذر 3. دخل دي بس جوه الاله الحاسبه وقول لها يساوي. بعد ما تقول يساوي هي عملتها لك جذر 3 على 3، ما فعلا ما 1 على جذر 3 لما تخلي المقام عدد نسبه هتطلع جذر 3 على 3 مالكش دعوه. هتضغط على ايه بقى؟ شيفت تان يساوي كوما، شيفت وبعدين تان وبعدين يساوي وبعدين كوما. طلعت 30 يا مستر. يبقى نص س بتساوي 30. النص س يا اولاد، يعني بكلم طلبه الثالثه عادله يروحوا له ثانوي، نص س ده اهي، نص س دي طلعت 30، النص س دي طلعت 30. النص س طلعت 30، ادي النص س طلعت حدانا بالمستر طلعت ب 30. يبقى لما اضرب في 2 نص س بتساوي 30 يبقى السين الواحده بكام يا ولاد؟ لما اضرب في 2 تبقى ب 60. يبقى هتبقى الزاويه هنا تبقى كام؟ تبقى 60 درجه. تاني يا ولاد، نص س طلعت 30 اضرب في 2 يبقى النص ب 30، يبقى الزاويه كلها على بعضها كانت كام؟ الزاويه كلها على بعضها كانت 60 درجه. تعالى برضو ما نجيب الاله الحاسبه بتاعتنا ونكمل. نمسح بس الاله. نص جتا س بتساوي ربع. لا ده في حته هنا بقى يا استاذ يا فاضل، ان هنا بالقلم بعد اذنك هتروح ضحك عليك. قال لك نص جتا س بتساوي ربع، هتضرب هنا في 2 وهتضرب هنا في 2، يا تقسم على نص اي واحده منهم. الاثنين دي يا اولاد هتروح مع الاثنين دي، يبقى جتا س بتساوي 2 على 4 اللي هي نص. جتا س 2 على 4 يعني هتبقى نص. اللي هينكتب على الاله الحاسبه نص، اللي هينكتب على الاله الحاسبه نص. طيب تعالى اما نكتب كده على الحاسبه يبقى هتيجي طبعا احنا جرفنا بالمثال دي كده، نكتب كده يا اولاد مربعين نص، ادي 1 وبعدين على 2 وبعدين يساوي الداله بتاعتي ايه؟ جتا. يبقى شيفت كوزين يساوي كوما، شيفت كوزين يساوي كوما، هتطلع لك كام؟ 60. يبقى السين بتساوي 60. يبقى الاول لازم تتخلص من النص دوت. ضربت تاني فيه يا اولاد، ضربت في 2 هنا وهنا، يبقى جتا س بتساوي 2 على 4 فالنص. دي اللي انكتب على الحاسبه. 1 على 2 شيفت كوزين يساوي كوما، طلعت لي الزاويه. اكتبها لي يا مستر لو سمحت، اهي اللي طلعت على الحاسبه هتبقى كام يا اولاد؟ نكتب بس القلم، نجيب القلم اهون، بتساوي 60 درجه. تعالى اما نجيب برضو الاله الحاسبه بتاعتنا ونكمل، لان المساله دي كلها بالاله الحاسبه. اذا كان جتا س على، مالكش دعوه بدي، مالكش دعوه بس على 2. ايه اللي بنكتب على الاله الحاسبه؟ اللي الناحيه الثانيه نص. دي اللي هنكتب على الحاسبه يا اولاد. يبقى انا على الحاسبه هروح على المربعين، اكتب 1 على 2 يساوي الداله اللي عندك ايه؟ الداله اللي عندي جتا. شيفت كوزين يساوي كوما، شيفت كوزين يساوي كوما. وقف الفيديو وشوف انا بعمل ايه. طلعت الزاويه 60، يعني جتا س على 2 بتساوي 60، يعني نص الزاويه ب 60 يا اولاد. تبقى س كاتب كام؟ نص الزاويه كانت، يعني اكتبها لك دي اللي احنا عملناها، نص الزاويه يعني نص س طلعت بتساوي 60. نص س بتساوي 60، يبقى الس كانت كام يا اولاد؟ كانت 120 يا مستر، عشان هتضرب هنا في 2 وهنا في 2، يبقى الس اللي ضحك عليك فيها في الامتحان يبقى 120. النص يا اولاد ب 60، يبقى الزاويه كانت ب 120. طيب تعالى برضو اما نشوف احنا جايبين لحضرتك ايه. نمسح بس الاله الحاسبه. هنا بقى حته بقى للطلبه الاذكياء مش متفوقين ولا حاجه. ساعه ما يقول لي جتا 70 يا اولاد، جتا 70 بتساوي جا كام؟ لازم الزاويتين دول يكونوا قياسهم 90، لانهم هما الاثنين في مثلث قائم. جتا 70 اللي بتتممها، شفت انا قلت ايه؟ اللي بتتممها يبقى تشيل ال 70 من 90 تروح على طول كاتب 20. طب قسمهم لك على بعض، قال لك جتا 40 يبقى اللي بتتممها الجا، شيل ال 40 من 90 يبقى 50 يا مستر.
وعلى فكره لو قسمت مع الاله الحاسبه هيطلع واحد. يعني انت لو قسمت كوزين 40 كوزين ورانا كده مثلا على الحاسبه كوزين 40 يا اولاد، لو انا جيت هنا اهون على المربعين اهو كوزين اهي وهكتب 40 اهي واقفل القوس، انزل بالسهم تحت واكتب ساين 50، ادي هنا ساين وادي ال 50 اهي واقفل القوس برضو واقول لها يساوي، بص جالت لك واحد، جالت لك واحد. طيب يبقى هنا واحد. طيب في هنا برضو كمان مساله بيقول لي ايه؟ لو جت س بتساوي 6/10، ما خلاص انت قلت لنا يا مستر انت مالكش دعوه بالطرف اليمين، انت بتشتغل في الطرف الشمال. 6/10 يساوي شيفت ساين يساوي كوما، تطلع لك زاويه س. اعملها لنا كده مثلا على الحاسبه، على الاله الحاسبه يا اولاد اهون، ادي هثبت نضيفها الاول. احنا قلنا ايه؟ 6/10 العلامه الاول وبعدين الست وبعدين انزلها على الشاشه، نزلت على الشاشه اهي 3/5. مالكش دعوه بال3/5 دي ايه؟ دي جاي، يبقى تروح جاي الشيفت ساين وبعدين يساوي وبعدين كوما، هتقول لك الزاويه 36 درجه 52 و11، دي قيمه س يا اولاد 36 52 11. طيب تعال ننزل على الحاسبه ونمسح الاول السبوره دي وبعدين ننتقل على اللي بعديها، بس نثبت دي الاول وبعدين ننتقل على الشريحه اللي بعديها. اما نكبر الاول كده، دي كانت الصفحه اللي احنا كنا شغالين فيها، ننتقل على دي كده بقى يعني حته كده يعني ايه كم شكل؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7. انا هحل لك 3 وهسيب لك 3. هو عايز طول ا ب، طول ا ب بس، طول ا ب يا مستر ده انا مش عندي الا زاويه واحده وضلع واحد. ركز في الحته اللي جايه دي مهمه جدا. الزاويه اللي مديها لك زاويه ا اهي، الضلع اللي مديهولك مقابل اهو، والمطلوب منك مجاور. المطلوب منك مجاور. طبعا يعني خلي بالك هما كلمتين، مديك زاويه ا ومديك المقابل، مديك المقابل ماشي، وطالب منك مين؟ وطالب منك المجاور. خلي بالك انا بكتب بالماوس عشان مش تقول استاذ خطه شيء، بكتب بالماوس. مطلوب منك المجاور، يبقى الظل يا مستر، يبقى انت هتروح تكتب ايه بقى؟ ظا 40 بتساوي 6 على ا ب. ظا 40 يا اولاد، ظا 40 اهي بتساوي قلنا مين؟ مقابل على مجاور، يعني بتساوي 6، ادي ال6 اهي على الالف ب. الالف ب. طب انا عايز اجيب الالف ب يا مستر، حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين يا اولاد، يبقى الف ب بيساوي 6 على ظا 40. الف ب هتساوي 6 على ظا 40، 6 على ظا 40. وبالاله الحاسبه تروح تجيب لنا 6 على ظا 40. تعالى اما اوري لك واحده كده. طيب تعالى اما نوري لك واحده، نطلع على الحاسبه فينا مثلا الاله الحاسبه اهي، وبعدين نمسح الاله الحاسبه بتاعتنا وبعدين نجيب القلم بتاعنا. احنا قلنا ايه؟ 6 على ظا 40، 6 على ظا 40 على الاله الحاسبه. ادي المربعين الاول، بس نثبت دي ادي يا اولاد 6 مربعين، ادي 6 على، ننزل بالسهم تان 40، نقفل القوس ونقول لها يساوي. طلعت 7، وهو حتى اذا لرقمين عشريين يعني 7 و15 من 100 يا اولاد، يبقى الاجابه هتبقى 7 و15 من 100. 7 و15 من 100. تعالى اما نروح تاني، 7 و15 من 100. يبقى الالف ب هنا ده اهي طلعت 7 و15، الاجابه بتاعتها هتبقى 7 و15 من 100. طيب تعال ننتقل على المساله الثانيه. المساله الثانيه مديني زاويه ا اهو يا اولاد، ده زي دي بالظبط يا مستر. طب هو مديك الى زاويه ا، ال 24 دي مقابل، ده مقابل يا اولاد اهو. وطالب مني ايه؟ طالب مني ا ب، يعني طالب مني المجاور، صح؟ صح. يبقى انا برضه هروح اجيب له ظا ا، يعني هجيب له ظا 50. يبقى ظا 50 يا اولاد، ظا 50 اهي، ظا 50 الظل بيساوي ايه؟ المقابل على المجاور. المقابل يعني 24 على ا ب، 4 زي اللي فاتت بالظبط، 24 على ا ب.
طيب بدي اجيب الف ب يا مستر، يبقى الف ب طرفين وفصلين يا اولاد، الف ب هتساوي 24 على 50. الف ب هتساوي زي اللي فاتت يا اولاد 24 على، خلي بالك انا بكتب بالماوس، على ظا 50، وحضرتك تعملها زي ما وريتك في الآلة الحاسبة. تعالى ما نحل لك كمان واحدة. تعالى ما نحل لك دي. أنا برضو هنا مديك إيه؟ مديك زاوية ألف. طيب المرة دي بقى أنا مديلك دي كده الوتر، ما أقدرش أقول عليه أكتر من كده. الوتر يا ولاد مديلك بقد إيه؟ مديلك الوتر ب 15، وطالب منك المجاور لو زاوية ألف. ما أنا لما عملت لك دي كده مجاور على وتر، يبقى أنا طالب منك المجاور. طالب مني المجاور. طب يبقى هو مجاور على وتر يديني يا اولاد جتا الف، يبقى انت على الحاسبه او في الورقه كده هتروح تقول لي جتا 70. جتا 70 الجتا بيساوي يا اولاد، الجتا بيساوي مجاور اللي هو الف باء على الوتر اللي هو 15. ها وبعد كده اللي هو 15 دي تعتبر على واحد يا اولاد. حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يعني معنى كده ان الالف باء بتساوي 15 جتا 70، 15 كوزين 70، واللي يطلع هتعمله لنا على آلة الحاسبة 15 جتا 70. الاشكال دي كلها بقى حضرتك هتحلها واجب ليك. انا حليت لك ادي مسألة 2 3، وانت هتحل بقى المسائل اللي باقية. تعالى اما نمسح لك السبورة دي ونثبت الكلام ده ونقول لحضرتك اعتقد كتبت لك ثانك يو في نهايه الفيديو يا اولاد. بتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله كده المثلثات يعني تعتبر لميتها لك كلها في حلقه واحده. وفي المراجعات بقى هنبقى نجيب بقى مسائل ونحل مسائل امتحانات. لكن انا عايزك تشوف الفيديو دوت، توقف الصوره وتسيب المسائل اللي انا حللها دي تشوفها زيها، واللي انا قلت لك حلها زيها. ولو في اي استفسار انا تحت امركم. وفي نهايه الفيديو بتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.